واخيرا فيلم سوبرمان الجديد نزل. يا ترى حلو ولا الفيلم بطولة ديفيد كورن سويت وريتشارد بروسنهال ونيكولاس هولت، ومن تاليف واخراج رئيس دي سي جيمس جون. صراحه الفيلم ده انا ما كنتش مستنيه خالص ومش مهتم بيه، بس الحاجه الوحيده اللي خلتني مهتم بالفيلم ده شويه انه هيحدد مصير شركه دي سي ومستقبل العالم الجديد بتاعها. باختصار الفيلم بصراحه فاجئني، ممتع جدا، من امتع الافلام السوبر هيروز اللي انا دخلتها في حياتي. في احداث كتيره جدا فتحس ان ده اثر على ايقاع الفيلم شويه. القصه مش اقوى حاجه ده اكيد، في مشاكل في الفيجوالز او في السي جي اي او في اف اكس، ده برضو اكيد 100%، ولاحظته في السينما رغم ان في السينما صعب جدا تلاحظ حاجه زي كده. بس مش دي اللي هقول الفيلم ده وحش عشانها. انا الفيلم ما عجبنيش عشان فيه شوت السي جي اي بتاعه ما كانش حلو مثلا، بس طبعا كجزء مني طبعا عنده فضول نفسه يعرف ليه فيلم سوبرمان اللي هو نزل في 2025 دلوقتي اقل شياكه واقل في الغنى واقل شكلا وموضوعا من مان اوف ستيل اللي نزل في 2013. دي حاجه ما اعرفش ليها علاقه بالذوق العام لجيمس جون ولا ليها علاقه بالبادجت والفلوس اللي موجوده في دي سي، بس كتوتال كتجربه انا بصراحه كنت مبسوط ومستمتع. تقريبا من اقوى اسلحه الفيلم ده كله الكاست. ديفيد كورنسويت عمل اللي عليه وبزياده، كلام على الكل في الشخصيات دي. افضل نسخه سوبرمان، افضل نسخه لويس لين، افضل نسخه ليكس لوثر، وطبعا الفضل كله لجيمس جون. وبمناسبه يا جماعه شخصيه كريبتو الكلب في الفيلم دي احلى حاجه في الفيلم، فاي حد عنده كلب او بيحب الكلاب الفيلم ده هيلمسه جدا. انا متكيف ومبسوط جدا بالفيلم ده. بس في النهايه بقى، هل الفيلم ده احلى من فيلم مان اوف ستيل اللي نزل في 2013؟ اكتبوا لي رايكم في الكومنتات. سلام.